نتحدث عن مباراة الأهلي وليوبار السابقة التي كانت مباراة صعبة. الكل قال أن النادي الأهلي سيواجه فريق صعب في ملعبه، ولكن استطاع النادي الأهلي أن يفوز بهدف دون رد. معنى هذا أن النادي الأهلي في المحكات الصعبة وأمام فريق مثل ليوبار يفوز في ملعبه، هل هذا يدل على أن مباراة اليوم ستكون سهلة نسبيا للنادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فيش مباراه سهله في مباراه صعبه، في مباراه احترام الخصم، احترام فرقه زي فرقه ليوبار، دي فرقه بتخسر قليل جدا جدا، معدل الاهداف اللي بيخش فيها برضه قليل جدا جدا، فرقه عندها امكانيات كويسه. الاهلي فاز في المباراه الاولى امام ليوبارد على ملعب الكونغو في الكونغو برازافيل، اعتقد بخبرات لعيبه النادي الاهلي، بامكانيات لعيبه الاهلي فقط لا غير، دون دخول في ترجمه ما يحدث داخل النادي الاهلي وداخل تشكيل النادي الاهلي. ولكن في اعتقادي الشخصي المسؤوليه لما بتكمن على عاتق لاعبي النادي الاهلي، هم فعلا قادرين، في لعيبه عندهم خبرات عاليه جدا، بنتكلم على لعيبه 20 لعيب او 17 18 لعيب منهم محققين لا يقل عن 25 26 بطوله، فمعناها ان مباريات زي ديت بتبقى لها وضعيه خاصه وسيستم خاص. يمكن كنا بنتكلم في الكواليس على مباراه اورلاندو، وانا شفت اعذار كتيره جدا للنادي الاهلي في مباراه اورلاندو ب 3-0. النادي الاهلي لم تكن المره الاولى نلعب وهو صايم، لم تكن المره الاولى يلعب في جو حر، لم تكن المره الاولى انه يخش في هدف، لم تكن المره الاولى انه يضيع ضربه جزاء. النادي الاهلي لديه من الخبرات الكافيه انه كان يغطي المباراه، ولكن كان في اوف داي، مباراه كل اللعيبه خارج التوقعات، خارج التركيز، خارج الامور الفنيه، ده اثر كتير جدا. في المقابل نتحدث عن فرقه اسمها اورلاندو اللي كانت بتلعب النادي الاهلي، اعتقد ان هي من اقوى الفرق اللي موجوده ضمن الثمان فرق المتواجدين في دوري ابطال افريقيا. تمام. كابتن هيثم، ايضا يعني الحديث عن المشوار للنادي الاهلي حتى الان، يعني هذه المباراه التي امامنا مباراه العنق الزجاجي التي تحدثنا عنها، يعني دليل على ان من كلام كابتن خالد بيومي ان النادي الاهلي هذه الايام يدار بخبرات لاعبيه. فعلا، يعني انا تابعنا المباراه اللي فاتت وشفنا مباراه اورلاندو اللي خسرها النادي